أعرب محمد صبحي حارس مرمى النادي الإسماعيلي السابق عن حزنه العميق بعد هبوط النادي الإسماعيلي رسميا إلى دوري الدرجة الثانية عقب خسارة الفريق أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز مجموعة الهبوط للموسم الحالي. وقال صبحي خلال تصريحاته: الإسماعيلي تعرض لمجالس إدارات فاشلة على مدار السنوات الماضية، وهناك ظلم واضح للنادي الجماهيري الكبير، والإدارات السابقة لم تقدم شيء للنادي الإسماعيلي. وأضاف محمد صبحي: بعض الإعلاميين يشوهون صورة النادي، لكن علينا أن نتحدث عن قيمته وتاريخه العريق. الأندية الجماهيرية مثل الإسماعيلي يجب أن تبقى حاضرة في الدوري المصري. وشدد محمد صبحي على ضرورة تدخل الدولة والمؤسسات لدعم الأندية الجماهيرية قائلا: اقتراح الدمج فاشل، ويجب أن تكون هناك شركات أو مؤسسات ترعى الأندية للحفاظ على هويتها، حتى لا يصبح الدوري فقط للأندية التجارية. وأكمل محمد صبحي: أنا مستعد للتضحية حتى ببيع بيتي وعربيتي من أجل الإسماعيلي. تركت ملايين ولعبت سنوات ببلاش، وأنا تحت أمر النادي في أي شيء، وإذا كان بإمكاني ألعب سأعود. وأكد محمد صبحي أن النادي الذي يبلغ عمره أكثر من 100 سنة يحتاج إلى دعم الدولة ورجال الأعمال للحفاظ على مكانته، مشددا على أهمية وجود محاسبة ورقابة على إدارات الأندية لضمان حقوق النادي والجماهير التي تشجعه بكل إخلاص.